2020 فإن المراكز السبعة الأولى احتلتها دول الخليج بالإضافة للأردن. وفي نتائج مؤشرات الأمن العالمي الصحي للعام 2021 ذكر تقرير لقناة CNN الأمريكية أن المراكز الثمانية الأولى عربياً ذهبت أيضاً لدول الخليج والأردن والمغرب. وحتى في ترتيب الدول العربية في قائمة أفضل بلدان العالم لتربية الأطفال للعام 2020 فإنه وفق تقرير لموقع يورو نيوز فإن المراكز الثمانية الأولى كان من بينها دول الخليج والمغرب والأردن. وفي مؤشر أعلى المدن جودة للعيش عربياً للعام 2019 ذكر تقرير أيضاً لCNN الأمريكية أن المدن التي احتلت المراكز الأولى عالمياً كانت كالتالي: دبي وأبو ظبي ومسقط والدوحة وتونس والرباط وعمان والدار البيضاء والكويت والمنامة والرياض وجدة، أي أن غالبيتها مدن تقع في بلدان تتبع النظام الملكي. وهذه المؤشرات فقط هي للدلالة على أن منطق السؤال المطروح يستند إلى وقائع أكثر من كونه سؤالا تعسفيا. وهنا قد يأتي البعض للقول أن نجاح هذه الدول كان بحكم أنها دول نفطية وغنية، ورغم أن العبارة قد تبدو صحيحة لكنها تخلو من الدقة، حيث المراكز لا تعتبر الأردن والمغرب دولا نفطية أو غنية، أو كما هو متعارف عليه اسم الدول الريعية التي تعتمد على مصدر واحد للثراء. هذه نقطة. أما الحجة الأخرى فهي أن دولا عربية أخرى نفطية وتمتلك ثروات كبرى لكنها تختلف في كثير من المؤشرات كالعراق وليبيا والجزائر. إذن ليس النفط أو المصدر الواحد للثروة هو السبب، وإنما عامل آخر تفتقر له الجمهوريات العربية وهو الاستقرار. وهنا أيضا قد يخرج تفسير آخر يقول إن الدول الملكية مستقرة لأنها دول قمعية، وهذا الكلام في الحقيقة لا يخص الدول الملكية وحدها وإنما الدول العربية برمتها. لا، بل حتى أن الدول الملكية بعد تجربة ما يعرف بربيع العرب أثبتت أنها أقل قمعا من الدول التي يحكمها نظام جمهوري. إذن هل الإجابة على السؤال الأول المتعلق بنجاح الملكيات وفشل الجمهوريات تكمن الإجابة عليه بأن نظام الحكم الملكي هو الأنسب للبلدان العربية؟ قد لا تحوي هذه الإجابة دقة كبيرة، إلا أن الواقع يقول هذا، ولهذا الواقع أسباب عدة